السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. إخواني أخواتي، نتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير وفي أحسن الأحوال. إخواني أخواتي، اليوم غادي نفسروا أحلام بعض المتتبعين. نبداو على بركة الله. بالنسبة للأخت رجاء درهمان، الجواب على السؤال ديالك وعلى التعليق ديالك. سبقت وتكلمت على الحمر وضفت واحد الإضافة على جزار قناوة. كيف ما قلنا جزار قناوة هو الغمامي هو جزار قناوة. الاسم ديالو الأصلي هو الغمامي. كاين الناس اللي تيعيطوا جزار قناوة، كاين اللي تيعيطوا له السلطان قناوة، كاين اللي تيعيطوا له سرج عودو، لأن معروف هو تيقولك عنده عود في الكحل. بالنسبة الملك اللي تكلمتي عليه تيلبس الحمر، فهذاك القناوي حمودة ملك من المحلة الحمراء، ما عندوش علاقة بالمحلة د الكحل. لازم تصلحوا الاغلاط ديالكم، وإلا سمعتوا شي معلومات من غير هادشي اللي قلت فهي غلط. يكفي اننا نتبعوا كل محلة بالطروحة ديالها بالملوك ديالها، وغتكتشفوا ان الكلام اللي تنقولوا صحيح. هادو هما الاسماء الاصليين ديالهم، كل واحد تيلغي بلغاه وكل واحد تيسميه السميه اللي بغا، ولكن في الطروحه ديال المحله ديال الحمر تيجي القناوي حموده مورا طرح ديال الباشا حمو. حموده القناوي هو ملك من الحمر، حتى هو جزار تيلبس الحمر. كاينين شي بعض الناس اللي تيجهلوا بالحال تيقول لك حقا تيلبس غوز بيبي. اولا وقبل كل شيء، هاد غوز بيبي ما كانش زمان، هاد لون جديد، وما كاينش شي قناوي وشي جزار وتيلبس الغوز بيبي، يعني هذه لا يقبلها العقل. فحموده قشرته حمراء، الشاشيه عنده حمراء فيها الودع، هذاك هو حموده القناوي، جزار من الجزاره ديال الحمر، تيجي في المحله في الطروحه تابع الباشا حمو. بالنسبه لجزار قناوه، كاينين بعض الناس تسميوه جزار قناوه، ما هو الاسم اللي معروف بها هو الغمامي. فالغمامي تكلمت عليه في فيديوهات سابقه، وتكلمت على المحله د الكحل مرارا وتكرارا وشرحتهم بالترتيب. الغمامي هو جزار قناوه، سلطان قناوه، سرج عودو، كل واحد وكي تيسميه. غير في بعض الاحيان تتلقى مثلا في شي طروحه ديال مثلا جلاله تيطلقوا على الملوك واحد الاسماء غير الاسماء اللي متعارف عليهم. غادي نديروا فيديوهات غنهضروا على هاد النقطه، غادي نشرحوها بالضبط. المهم كيف ما بغيت نقول لكم، فجزار قناوه هو الغمامي. بلا ما نبقى كل مره نعاود نفس الجواب ويسالوني نفس السؤال وكل واحد تيلغي بلغاه، فكاينين بعض المعلومات اللي غالطين. حنا تنمشيو على حساب المحلات كيف ما قلنا، هذاك ملك د الحمر والاخر ملك د الكحل، ما عندهمش علاقه ببعضهم. وكيف ما سبق وذكرت ان الملوك ماشي ما عندهم ما يدار، تيبداو يتساراو على المحلات، يمشي يجلس واحد شويه في هذيك المحله ويرجع يجلس في واحد المحله، داكشي بالترتيب بالقوانين ديالو. كل ملك تيشد الكرسي ديالو في المحله ديالته اللي اصلا يعني تيكون هو فيها، لان المحلات راه ما جاوش هكاك غير اعتباطيا، يعني هاد المحله علاش لونها احمر والاخرى علاش لونها كحل وحده لونها ازرق، فداك الشيء بالترتيب والقوانين ديالو بحال في شي اداره. كيف ما قلت غادي ندير واحد الفيديو خاص بهاد الامور هادو، غادي نشرحهم مزيان باش ما يبقاش مجال الغلط، وهاد الاسئله ما تبقاش تكرر بزاف، لان انا جاوبت كثير في هاد على هاد الاسئله هادو. نتمنى ان يكون كل شيء واضح.
بالنسبة لفاطمة الزهراء، سألتيني على عيشة بنت بالأحمر أو عيشة الجزارة أو عيشة لامين. هادو كلهم أسماء دياولها. تكلمت عليها في فيديوهات سابقة، وتكلمت عليها من هضرنا على المحلة ديال الحمر. نتمنى تشوفي الفيديو وتشوفيه مرة وجوج وثلاثة باش يعني الإنسان يستوعب. وبالنسبة لهند بنت با مهراز على ما اعتقد، حنا دابا تنتكلموا على الملوك اللي تيكونوا في المحلات، اللي تيكونوا في الحال، اللي تنعرفوهم وتنخدموهم، ويعني بامكاننا ندير لهم الزيارات وكل شيء. ولكن ما فيها بس نقدر نتكلم في فيديو، يعني نشوف واحد الوقت ونخصص فيديو نتكلم عليها. ولكن بالنسبه لهاد الملكه هذه، راه هذا شغل الفقهاء، هما اللي تيبقاو يجبدوا هاد الملوك وتيبداو يهضروا عليهم. ولكن كونوا على يقين ان حتى شي فقيه على وجه الارض ما عنده السلطه على هاد الملوك هادو. وبالنسبه لهاد الملكاهين، راه ما تتخدم حتى في شي محله، ما عمرنا سمعناها. الطروحه اللي تيتخدموا في المحلات راهم معروفين. بالنسبة لخديجة الصحراوية، نفس الجواب اللي جاوبت السيدة في أول الفيديو. القناوي حمودة الحمر، والغمامي ديال الكحل. الغمامي هو قزار قناوة، تنقولها ونعاودها مرارا وتكرارا، ما يبقاوش الناس يدخلوا لكم معلومات غلط في عقلكم. القناوي حمودة هو ملك من المحلة ديال الحمر، قزار من المحلة ديال الحمر. والغمامي هو قزار قناوة، هو ديال الداخل في المحلة ديال الكحل بيه. يعني ملي تنفتحوا الباب بميمونة البوابة تنبداو به، هو الاول تيبدا في الميامين في الرجال. وبالنسبه لهاد الملك اللي تتكلموا عليه، هو رايح جاي ما بين الكحل والحمر، راه ما كاينش. والطروحه راهم معروفين، تجبدوا شي طرح ديال الكحل وغادي تسمعوا وغادي تشوفوا الطروحه كلهم كي كاين تنختموا بفوفو دنبه. بالنسبه للاخت سعيده، ما كاينش شي ملك سميتو ميمون ولد بالاحمر، كاينين ولاد بالاحمر الحمر المحله الحمراء، وكاينين الكحل اللي في المحله الكحله. كيف ما قلت نعاود نذكركم، غادي ندير فيديو خاص بالمحلات والملوك، واش الملوك تيخرجوا من المحلات ديالهم بقاو يتساراو على الملوك الاخرين، واش عندهم الحق ولا ما عندهمش، وعلاش ما يمكن ليهمش كل ملك تيبقى في المحله ديالته. لان لاحظت ان العديد من الناس تيسمعوا هاد الترهات هادو. يعني من طبيعه الحال انا غنقول لهم ترهات، لان هادشي كلشي تخربيق في تخربيق. كاينين الناس تيجهلوا بالحال وتيجهلوا بالمحلات. بحال دابا مثلا تتلقى واحد قرا كتاب، ولا مثلا ما عندوش علاقه بهذا العالم هذا، او لا ما تعرفش حتى المحلات والملوك ديالهم بالترتيب والترتيب ديال المحلات، وتيبقى غير تيهضر. ولا مثلا تتلقى مثلا شي فقيه ما عندوش علاقه بهاد الامور هذه، وتيبقى يعني كل واحد شي تيشرق شي تيغرب كل تيلغي بالغاه، والامور تتختلط على الناس المتتبعين والناس اللي تيبغيو يتعرفوا على الحال ديالهم. وهذا الشيء باش تيوقع لبس، وكل واحد تيبدا تيقول هضره اللي هي ما كايناش. ولكن الحقيقه هي هذه، راهما كل محله بوحديتها، والملوك ديال المحلات كلهم بوحدهم. بحال كاين بعض الناس تيقول لك لاله رقيه من الحمر، لاله رقيه من المحله الصفراء، تابعه لاله ميره من بنات لاله ميره، في المحله ديالتها ما تتخرجش منها. غير هي كيف ما تنقولوا عندها الكلمه على سيدي حمو، حيت مازال على ما اعتقد كنت هضرت في هذا الموضوع. كل ملكه تيكون عندها بحال الدلال على واحد الملك. يعني في الملوك الكبار تتسمع منه، يعني الملوك الكبار رجال ثلاثه، كاين سيدي حمو، سيدي ميمون، وكاين التاجر. هادو ثلاثه ديال الملوك الكبار، وكل ملكه من الملكات تيكون عندها دلال على واحد الملك. يعني بحال اللي نقولوا تيدير لها الخاطر. غنعاودوا نتكلموا في هاد المواضيع هادو باش نشرحوهم مزيان، باش الانسان ما يكونش عنده لبس في هاد المواضيع. بالنسبه لواحد الاخ حاط الاسم ديالو الرقيه الشرعيه. مرحبا بك الاخ في القناه، ولكن بغيت نوضح لك واحد التوضيح. الى تتشتغل في الرقيه الشرعيه،
الحاجه اللي ضروري خصك تعرفها، احنا ما تنتكلموش على الشياطين. المحلات ماشي ديال الشياطين، هادو ديال الجن المؤمن الموحد بالله. معروف على ان الشياطين يعني خرجوا على طاعه الله سبحانه وتعالى واتبعوا ابليس والعياذ بالله. ولكن هاد الملوك هادو اللي تنتكلموا عليهم حنا، الاغلبيه ديال الناس الرقات ما تيجهلوا هاد الموضوع. تيقول لك هادوك شياطين، شياطين، المارد حمو، الشيطان فلان، الشيطان فلتلان. فهذا اكبر غلط. هادو ماشي شياطين، هادو ملوك مؤمنين موحدين بالله، سواء الجن المسلم او اليهودي او المسيحي، كلهم تيجتمعوا في واحد النقطة، ألا وهي الإيمان بالله عز وجل والتوحيد بالله عز وجل. بالنسبة لهاد الناس هادو اللي تيديروا الليلات، اللي تيزوروا، اللي تيديروا هاد الأمور، اللي تيديروا الصوابات، ف واحد المثل تيقول لك اللي يدو في الماء ماشي هو اللي يدو في العافية. لو كان بإمكان شي راقي يعالج هاد الناس، كانوا اختاروا طريق العلاج وتعالجوا، ويعني كما تنقولوا وكفى الله المسلمين شر القتال. ولكن الناس اللي تكون عندهم هاد الامور هادو ما تيكونش عندهم العلاج، لان لو كانوا تيتعالجوا ما غتلقى حتى شي واحد فيه هادشي. غادي تمشي مثلا لشي زياره اي ولي الله الصالح، غادي تلقى الناس يعني امم تما. تمشي لاي بلاصه تلقى، تمشي الليلات تلقى الناس، تمشي لاي مكان خاص بهاد الامور تلقى الناس مجبورين. يعني كاينين واحد الناس مخيرين وهما اللي مشاو تلاحوا على الملوك واختاروا هاد الطريق، ويعني بغاو يستدرجوا الملوك، اللي ذبح ليهم واللي دار لهم الصواب واللي شرى لهم الخطوات، اللي ما كل واحد وشنو دار. ولكن كاين ناس عندهم الاصل ديالهم تيكون من الجدر ديالهم، من جدود عندهم هادشي هذا في العائله، تيبقاو تيورثوه ابا عن جد. هاد الناس هادو ما عندهمش العلاج. يعني هادوك الملوك تيكونوا معاهم ما غيمشيوش، ما عندهم فين يمشيو، تيمشيو في حاله وحده، الا وهي ملي تيديموا الامانه امانته. يعني ملي تيموت هذاك الشخص، هادوك الملوك اللي عنده تينتقلوا لشخص اقرب واحد ليه، ولا عزيز عليه، ولا تيجيه من العائله، وعلى حسب. يعني ما كاينش العلاج. لو كان العلاج مرحبا به، الناس كلهم غيتعالجوا. وانا تنتحدى شي واحد قال عنده هاد الملوك هادو ودخل في هاد العالم هذا، سواء تفرض عليه او لا دخلوا بارادته وتعالج. حتى شي واحد ما تيتعالج من هادشي، تيبقى هاز ديك البركه حتى تيديموا الامانه امانته. وبالنسبه للناس اللي تيخدموا بالحديد، فتيكونوا مجبرين على هذيك الخدمه. هذاك الملك اللي عندهم هو اللي تيسيرهم. مني تيتخدم داك الطرح يعني تيولي يدير هذاك المسائل. وتنتمنوا لهم العفو، تنطلبوا لهم العفو دائما ملي تكون الحضره. ملي هذاك السيد وديك السيده ملي تيخدم بالحديد تيطلبوا له الناس العفو. وبالنسبه للناس علاش تيديروا الليلات، تيديروا الليلات كنوع من العلاج والشفاء باش تيتهدنوا. ومشكور على هذا التعليق ديالك. بالنسبة للأخ أو الأخت اللي حاطة في الإيميل أو حاط في الإيميل ساجد، تنفسر الأحلام في هذه القناة يعني. ولكن تفسير الأحلام تكون أحلام جديدة. ما يجيبش لي أي شخص مثلا شي حلم داز عليه واحد 6 شهور ولا عام ولا عامين، ولا ملي كنت طفل شفت. فمن الأحسن بلاش. إذا كانوا أحلام جديدة مرحبا وألف مرحبا. بالنسبة لمفاتيح الروح، الجواب على السؤال ديالك، هذاك الملك هو الحزان ديال المحلة ديال السبتيين. هو هذاك اللي تشوفوا على داك الشكل، ولكن مرة تشوفوا في لون الأسود، مرة تشوفوا في أبيض البشرة، مرة تشوفوا يعني الوجه ديالو ما تيبانش. لان الحزان شخص تابع للحاخام، يعني بالنسبه للترتيب ديال الملوك.
فهذاك هو الملك الحزان من المحلة السبتية. النهار ديالو هو الثلاثاء، وهو تابع في الحكم للملك الأحمر. بالنسبة للتوضيح، ملي تنقولوا المحلة السبتية تنقولوها يعني للاختصار، يعني أنهم ملوك يهود ماشي مسلمين. بالنسبة الأخت أبي سي، فالحلم ديال على ولدك، فتنقول لك ان هذا الولد هذا الملوك راهم تيطوفوا به، يعني تيحاولوا يتمكنوا منه. فإلا بقيتي شاده مع ملوكك العكس وما درتيش ليهم شغلهم او الزيارات ديالهم، فغادي يمشيو لك لولدك، لان تيقولوا لك تيمشيو العزيز عليك. وبالنسبه لمصطفى، هذا الاسم مصطفى تكرر مرارا وتكرارا، وقلنا ان هذاك الملك هو الاسم ديالو الحقيقي هو لامين ديال الجزارة، او الجزار الكبير، او الباشا الكبير. فهاد الحاج المصطفى ما تتذكرش في المحلة، حنا ما عمرنا ما سمعناها في المحلة ديال الحمر. هاد الاسم هذا انا بصراحة ما عمري سمعته، حتى وليت نشوفه في اليوتيوب، ولكن الاسم ديالو اللي معروف به هو لامين. تنقولوا سيدي لامين. سيدي لامين هو لامين ديال الجزارة، يعني هو الجزار الكبير او الباشا الكبير. وبالنسبة لسيدي لامين او الباشا الكبير او الجزار الكبير، فهو الحضور ديالو قريب قريب جدا، وهو تيحضر في يوم عرفة، يعني تينزل الجزار الكبير تيكون حاضر في هذاك الوقيته ديال الذبايح ديال العيد الكبير. بالنسبة للأخت كرم فاتحة، يمكن كان عندك أخطاء في الكتابة، ما فهمتش الحلم ديالك مزيان. اللي فهمته أن بخرتي بالجوي الكحل، فبخري بالجوي الكحل الكحل، يعني باغيين يشموا ديال هذا البخور ديال الجوي الكحل. وبالنسبة للقصرية، ما كايناش شي قصرية، كاينه غير القصرية ديال البوهالة، لأن هاد على حساب الرواية اللي قلتي ما تتبانش انها قصريه ديال الدجاج، فالقصريه ديال البهاله. والا كنتي بغيتي تعاودي تروي هذا الحلم، تعاودي تكتبيه بشكل واضح، ما كاينش المشكل. بالنسبة للأخت كوثر بوشان، تفسير هذا الحلم اللي تتحلميه وتيتكرر دائما، فيدل على عندك السحر، وهذاك عارض من العوارض. يعني هذاك هو اللي مسخر في هذاك السحر، اللي مرصود بالسحر اللي دار لك، عارض تيسد عليك البيبان وتيحاول يدمر لك حياتك والأمور ديالك كلها يفسدها. هذاك هو الشخص اللي تتشوفيه تيضربك في المنام، نتمنى انك تغلبي عليه. بالنسبة للأخت أميرة، فالرقم ديالي راه محطوط في بعض الفيديوهات، ممكن تاخديه. وإلا كان عندك يعني شي أسئلة ولا شي مشكل ممكن تواصلي معايا. ولكن بالنسبة لتفسير الأحلام فأنا ما تنفسرهمش في الخاص، لأن الأغلبية تنقولها مرارا وتكرارا، مي ناس ما فهمتش واش ما تيفهموش ولا تينساو ولا ما عرفتش شنو السبب، تيعاودوا بعض الناس يبعثوا لي الاحلام ديالهم في الخاص. فتنقول لكم اللي بغى التفسير ديال الحلم ديالو يبعث لي في القناه من الاحسن. الاخت غزلان، تفسيرك الحلم ديالك واضح وضوح الشمس. حمادي هو التاجر، حمادي هو حمادي، يعني راه واضح، الامور كلها واضحه ومزيان. مني الرؤيه عندك بدات توضح لهاد الامور اللي كانوا عندك مخفيين. بالنسبه للاخت سعاد، الا كنتي سولتي على السروال ديال الحمر يعني اولا السروال ديال القراب، فالسروال ديال القراب تيكون قندريسي، والسروال ديال الحمر تيكون سروال عادي ماشي بحال السروال ديال الجين. يعني سروال تطرقيه بالخيط عند الخياط، شريتو ما نسولوش بشحال ونديوه عند الخياط وما نسولوش بشحال، داكشي اللي خيط لينا به نعطيوه اللي قسم الله، ونبخروا هذاك السروال ونخليوه يعني خاص بمواليه لساعته. وبالنسبه للخبزه ديال العشاء، فهي خبزه وحده، علاش 3 الخبزات؟
في بعض الاحيان تيبقى الانسان تيحلم وتتخربق له الامور في عقله، او لا في بعض الاحيان تيكونوا عوارض وتيبقاو تيتفلاو عليك، ولا تيقول لك دير هادي ولا انا خصني هادي وحتى انا بغيت هادي. فهاد الامور هادو راه تيكونوا في بعض المرات تيوقعوا في الاحلام، ولا مثلا يجي يبين لك شي حاجه اللي ما كايناش، اولا شي ذبيحه ما كايناش، ولا شي شكل ما كاينش. فهادو كلهم تيكونوا عوارض تيبقاو يتفلاو على الانسان. خبزه لاله عيشه، خبزه وحده تنديو لاله عيشه، علاش غنديو 3 ولا 4 ولا 10؟ خبزه وحده فيها الكفايه. بالنسبة للأخت سعاد، بالنسبة للطفل الصغير اللي كان تيبكي، فهداك واحد من الملوك ديالك جاك في ديك الصفة، يعني كأنه متضرر من سحر. وبالنسبة للخبز بصفة عامة فهو رزق وخير وبركة ومال غادي تحصلي عليه. وبالنسبة للشخص الرجل الكبير فهداك البهالي تيطلب الخبزة ديالته والقصرية ديالو. وفي السابق قلتي لي انك حلمتي القصريه، وانا جاوبتك قلت لك راها القصريه ديال البهاله. بالنسبه للاخ او الاخت كينغ، الملك دانييل ماشي مع السبتيين، ولكن هذاك في المحله ديال النصراني تابع للملك برقان، نهارو هو الاربعاء. ديجا تكلمت عليه وهضرت عليه في فيديوهات سابقة، وهضرت عليه مؤخرا وشرحت الامور ديالو والطبلة ديالته وشنو الاختلاف بينها وبين الطبلة ديال السبتيين. ممكن ترجع او ترجعي الفيديوهات السابقة ويعني تشوف هادوك الافادات اللي حطيت. ومن بعد الا ما فهمتيش شي حاجة تسولوا عليها وغادي نجاوبكم ان شاء الله. واحد النقطة بغيت نتكلم عليها، يعني باش تكون الصورة واضحة. في العواشر، أي عواشر كيف ما بغاو يكونوا، مثلا شي شخص عنده، مثلا حنا باش ما نمشيوش بعيد وتكون الأمور واضحة، دابا هذه الفترة ديال الجزارة، شي شخص عنده مثلا نقولوا عنده لاله عيشه، في هذا الوقت هذا اموره غادي شويه غادي تخربق، وغادي يولي مطلوب منه زيارات، مطلوب منه يدير شويه ديال التبخيره، يدير يعني شي امور. فما تنقولوش مثلا حيت هذه الوقيته ديال الجزاره ما يمكنش لينا نديروا مثلا شي حاجه ديال العيشه. على العكس، معروف في العواشر الناس كلهم يعني تيكونوا عندهم الملوك يعني تيتجاوبوا مع دوك العواشر، تيتخربقوا شي شويه، الانسان تيتزير، تيحس بواحد الضغط. ف مزيان الواحد مثلا اي ملك كيف ما بغى يكون، واي محله كيف ما بغات تكون في العواشر، معروف ان كل محله عندها واحد الوقيته في السنه. ولكن هادشي ما تيمنعش ان الناس اللي عندهم الملوك في اي وقت كيف ما بغى يكون، سواء كان الوقيته ديال الكحل ولا الوقيته ديال السبتين ولا الوقيته ديال البهاله ولا الحمر ولا اي حاجه، وعندك انت شي ملك من غير هاد الملوك هادو اللي تكلمنا عليهم، تقول لا انا ما يمكنليش مثلا ندير مثلا نقولوا للسبتيين او لا الكحل، وهذه ماشي وقتهم، هذه الوقيته ديال الجزاره، او لا هذه الوقيته مثلا ديال الملكات، وانا ما يمكنليش ندير مثلا نقولوا الميمونه شغلها ولا بحال هكا. فهذا كله غير تخربيق. كل ملك عنده واحد الوقت في السنه حسب الابراج وحسب القمر وحسب بزاف ديال الحوايج. ولكن ملي تجي العواشر كلهم الناس اللي عندهم الملوك تيحسوا بواحد الاختلافات وتيحسوا بالتغييرات، وبعض المرات يتعرضوا لضغوط، وكاين اللي تيمرض، كاين كل واحد شنو تيوقع ليه، كان تيوقع له مشاكل. فعندي الملوك في العواشر دائما نفرح جوادي، نزور، نبخر، نقاد حويجاتي، نرش عليهم مزهار، ندير بزاف ديال الحوايج، وكاين بزاف ديال الامور ما يداروا. ما نبقاش مرتبط بواحد الفتره زمنيه لا خصني حتى داك الملك يجي. لا دابا ما تيتخدموش مثلا هذوك الملوك، مثلا الكحل ولا مدري اين ملك، ما تنبقاوش حنا دائما تنقولوا لا هذه الوقيته ديال فلان لا ما نخدمش انا فلان، ما يمكنش. انسان معروف ان في العواشر تيكون ضغط يتزير. عندي الملوك ديالي في اي عواشر نعنى بهم ونفرح بهم ونقادهم وندير لهم مسائل ديالهم داكشي اللي تيحبوه، باش حتى انا تنحس بواحد الراحه النفسيه. ما يمكنليش نبقى مضغوط
وتنحس يعني مضغوط واموري كلها مخربقه والبيبان مسدودين عليا، وانا داير حاط يدي على خدي وتا هو حاطه يدي على خدي وتنتسنى حتى تجي ديك الفتره ديال هذاك الملك اللي عندي، وعاد نوض نجري نخدمو باش يتفاجأ عليا. على العكس هذه كلها غلط في غلط. الامور الملوك كل واحد عنده واحد فتره زمنيه، ولكن في العواشر الانسان تيتخربق، تيكون عليه ضغط، تيكون عليه بزاف ديال الامور. يعني ينوض الانسان يتحرك، ما يبقاش جالس. الزيارات يعني الزياره مزيانه تتفتح البيبان. حنا ما تنغضبوش الله سبحانه وتعالى بالزيارات ولا بهاد الامور ديال رجال الله، لانه الله سبحانه وتعالى تيشوف، وكيف ما تيقولوا ما تيقد عليهم الا اللي خلقهم. يعني حنا ما عندناش سلطه على الجن. حنا الحاجه الوحيده اللي تنديروها تنحاولوا نتفاوضوا مع الجن وتنديروا بيننا وبينه هدنه اذا كان عندنا، ماشي حنا تنمشيو نقلبوا عليه وعاد نبداو نقلبوا على الحل. لا، الا تفرض علينا وحاولنا جاهدا وسعينا وما لقيناش حتى شي مخرج الا اننا نلتزموا بهاد الامور هادو، تنضطروا حتى داكشي تيبقى تنفوضوا امرنا لله وتنديروا شروطنا. النهار تيبغي الله سبحانه وتعالى يهز علينا هذاك الامر تيهزوا في لمح البصر. كاينين ناس سنين وهما تيخدموا رجال الله وتيطلبوا العفو تيترجاو والله زعما باش يعفو عليهم، وسنين وهما في داك الحال حتى يأسوا. ولكن جا العفو واحد الوقت، يعني تنفوضوا امرنا لله وتنديروا داكشي اللي مطلوب منا، ومع لان ما عندناش حل من غير هادشي. ما يجيش شي واحد يقول لي مثلا راه كاين واحد الراقي غيحيد لك المالك ولا غيدير لك ولا غيفعل لك، هذاك الشيء تيزيد يعني في الطين بله. يعني تنزيدو بحال تندخلوا مع دوك الملوك في شي مسائل، في شي شراع، في شي صراعات، في حرب اللي النتائج ديالها تتكون محسومه من الاول، من النقطه الصفر تتكون محسومه، تتكون الغلبه لصالح هذوك الملوك، لان احنا لا ايامنا ايامهم ولا وقتنا وقتهم. فما غاديش نقدروا عليهم، تنضطروا تناخذوا الحل الوسط. كيف ما تيقول لك واحد المثل، العدوك الا ما قديتيش عليه تضطر دير معاه الهدنه وتصادقوا. الى هنا اخواني اخواتي غنكونوا كملنا الفيديو ديالنا. عندكم شي تساؤلات شي استفسارات ما عليكم الا تبعتوا لي في التعاليق. وبالنسبه لهاد الامور اللي هضرنا فيهم في هذا الفيديو انا شرحت مزيان وعاودت الشرح مرارا وتكرارا. نتمنى ان هاد الامور تكون وصلتكم، نتمنى تكونوا على خير وبخير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.